كاس السوبر المصري 2003 أول كاس سوبر يجمع ما بين الأهلي والزمالك. الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل الكاس، والزمالك كان بطل 2 سوبر على التوالي بتوع 2001 و2002، وأكيد 2003 لو خدوا من الأهلي هيبقى ليه أهمية أكبر، والأهلي برضو محتاج البطولة دي ياخدها من الزمالك عشان يفوق بعد موسم صعب مر بيه. عايز يعدي مريم حسن جilberto وعرضيه عاليه الناحيه الثانيه ويقول العين الحمراء جilberto نط من عليها وبيب حلوه والله وسط الملعب حازم امام ولمسه حلوه من حازم عبد الحليم وبشير وشوطه حلوه والله يا بشير. يا سلام عليك يا ابني وسام وفين عصام لكن على مرتين خدها عالية لابراهيم. يا نهار ابيض يا نهار ابيض من ناحيه منه داخل بيرفع له فط وبيمينه يا نهار ابيض من لازم ولا ايه اطول من لازم ولا ايه يا نهار ابيض. سعيد وبشير وسنده حلوه والله. الماتش كان متكافئ جدا، محاولات من كل فريق من غير خطورة كبيرة، وكله متحفظ ومقفل واخد باله على الآخر. يعني نقدر نقول ماتش قمة على خفيف كده. نهائي ما كانش قوي قوي وكان أقل من المتوقع، بس مش مهم، المهم البطولة في الآخر هتروح لمين. الفرقتين فضلوا على كده طول ال90 دقيقة ودخلوا ضربات جزاء على طول من غير أشواط إضافية. أول ضربة جزاء بيصدها الحضري، السعيد طارق والحضري والأهلي بيسجل ويتقدم وهوبا. الله عليك يا ابني الله عليك يا اسف سامح وحلوه يا ولد يا لعيب وائل يا ولد يا لعيب يا ولد يا. ويجي الحضري تاني يصد الضربة التالتة، بس المرة دي من مين؟ من حسام حسن. الحضري ايام ما كان لسه بشورت وقبل ما يلبس البنطلون الاسترتش، بس برضه كان شديد في ضربات الجزاء. الاهلي بيسجل الكرة التالتة وبيبقى فاضل كورة واحدة للزمالك، والمرة دي الحضري ما صدهاش، القائم هو اللي قام بالواجب. صديق عرض لك يا ابني عرض لك يا صديق ومليون مبروك للنادي الاهلي وحظ اوفر اخر لنادي الزمالك في مباراة رائعة من ناحية الكفاح الحقيقة من كده. وبكده الاهلي يحقق اول بطولة سوبر مصري في تاريخه على حساب الزمالك. ده الاول